تاني بنسخة طرش الطرش فوق العظمة، حاجة بص تحفة. يلا قبل ما نخش للشرح كده، انت لو مش مشترك في القناة تنزل تشترك وتفعل زرار الجرس عشان النسخة دي غير اللي قبلها وفيها مميزات تحفة، وأول مرة تشوفها أو أول مرة تشوف نسخة حد ينزلها بالفجولية الجامدة دي. تمام تمام. أول ما تفتح معاك النسخة هتفتح معاك بالشكل الجمدان اللي انت شايفه ده. عندك هنا وضع الطيران والداكن والبحث، ولو انت عايز ترفع الصورة أو تبعت الصورة لحد، والتلات نقط. تمام، ده اللي معروف في أي نسخة. نقلب نسخة دارك وهنيجي مع بعض. تمام. قلبنا نسخة دارك زي ما انت شايف الواجهة الجامدة دي، حاجة بص انت لسه هتشوفها وحاجات لسه عظمة. هتخش عندك هنا على التلات نقط، هتخش عندك هنا هتلاقي الأرقام، تلاقي شكل الحساب ظاهر لك بالصورة الجامدة دي. تخش عندك هنا فوق هتلاقي عندك كلمة المشاغب الكبير، جدول الرسائل، ردد تلقائي، ريستر النسخة، مسج الرقم غير متسجل. وعندك هنا رسالة جماعية، روم جديد، بحث جديد، وقت ثواب، المسجات اللطيفة، الإعدادات. تمام. عندك لو خشيت على المشاغب الكبير دي هتدخلك الإعداد بتاعت النسخة زي ما انت شايف، الواجهة الأباوت الجامد دون، الحاجة التحفة. عندك هنا الخصوصية والإضافات. عندك هنا إضافات بقى، بص ركز معايا، حاجات جامده. عندك هنا تشفير فيروسات بص لو زعلت دي كده، يعني انت شايف النسخه نازله بباسورد، فانت اسمع معايا الفيديو عشان تعرف الباسورد ايه بالظبط وتفتح النسخه عندك، لان النسخه دي صعبه جدا ومستحيل تلاقيها مع حد خالص، لان النسخه جامده بفجوريه مش تتخيلها. تمام تمام. عندك هنا اضافات الفيروسات. عندك هنا هقول لك اول رقمين من الباسورد في الفيديو، وهحط رقمين في اخر الفيديو. تمام. اسمع معايا الشرح عشان تعرف الباسورد وتعرف مميزات كل نسخه من جوه. تمام تمام. عندك هنا عدم التهنيج والواجهه. عندك هنا تجري في الشتات، ما تهنكش فيروس الصور، ما تهنكش فيروس الموقع، ما تتهزش من اي حاجه، ده كل الفيروسات. تضغط كده على اي واحده منهم وهتفعل معاك، مش هتهنج من اي فيروس. كده كده النسخه اساسا ما بتتهزش، بس انت لو فعلت وحد بيرمي عليك مش هتهنج برضه. تمام. هتفعل دي كده وهتفعل دي وهتفعل دي وهتفعل دي، وهتفعل كل اللي انت عايز تفعلهم لو في حد بيرمي عليك. لكن لو عايز ان انت تلغيهم، تمام ماشي مفيش مشاكل، الغيهم وقت ما يكون في حد بيرمي عليك فعلهم تفعلهم. تمام تمام. عندك هنا الاضافات. عندك هنا اخفاء كلمه تعديل التوجيه، ادمن فيك، تصفيه رومات لما تطرد حد، يعني انت لو جيت تصفي الروم طردت حد كله هيطرد، توثيق ارقام، بلوك للصور، كل الكلام دون. وعندك هنا التقويم، وعندك هنا كل حاجه. النسخه دي جامده لمده، يعني بص جامده موت موت موت. تمام تمام. وعندك هنا تفكيك الريكوردات. عندك عايزك تفيك الريكورد بتاعك لما يوصل لاي حد منهم زي ما انت شايف كده بالظبط. عايز تبعته تلات تلاتات تفعلها، عايز تبعته اربع اربعات، عايز تبعته اي رقم من دول تفعله. تمام تمام. ركز معايا بقى. عندك هنا قطع النت. عندك هنا اربع قطع نت: قطع نت بصوره، قطع نت بملف، قطع نت بفيديو، قطع نت جي ال في اف. تمام تمام. عندك هنا حرق النسخ بالكلمات، يعني انت لو عايز تبعت اي رساله لاي حد هتروح بعت الرسالة، تمام، على أساس إن أنت رسالة عادية، لكن هتحرق النسخة معاه وهتبوظ النسخة بتاعته خالص نهائيا. تمام تمام. عندك هنا منع حرق النسخ بمكالمة، يعني أنت ممكن تمنع أي حد يرن عليك ويحرق النسخة بتاعتك بمكالمة. تمام. عندك هنا حركات النسخة. عندك هنا تشغيل وإيقاف، اختار تشغيل وإيقاف اختيار. تمام تمام. هقول لك أول رقمين الباسورد وهما واحد اتنين. تمام تمام تمام. دي كده رحنا لايه، للخصوصيات والاضافات والليله الجامده اللي انت لسه شايفها دلوقتي دي. تمام. لو عايزين نجرب حاجه مع بعض نجربها عادي، مفيش اي مشاكل، كل حاجه شغاله في النسخه، والنسخه جمدان جمدان جمدان. تمام. هنخش هنا للسيمات، وزي ما انت شايف كده السيمات، لو انت عايز تضيف سيم او عايز تعمل اي حاجه، تمام برضو ضيف سيم واعمل كل اللي انت نفسك فيه، وما تبخلش علينا باللايك والاشتراك في القناه وزر الجرس عشان في فيديوهات تانية اجمد واحسن واقوى. تمام تمام. عندك هنا الاعدادات بقى. شوف انت الاعدادات، لو انت عايز تغير السيم الايفون، عايز تعمل اي حاجه من دي، عندك اهو انت ممكن تعمل سيم ايفون، تعمل اي حاجه انت عايزها في النسخه. تمام تمام. عندك هنا الشاشه الرئيسيه. عندك هنا زي ما انت شايف كده ممكن تخش تغير في الجروبات، تعمل اي حاجه انت نفسك فيها، عايز تعدل اي حاجه. وهنا عندك الستيت برضو لو انت عايز تعمل اي حاجه من دي. تمام. عندك هنا بقى في الاضافات الحاجات الجامده اللي لسه قايلها لك كلها دي، يعني انت بص تفيك شتات، اضافات، كل حاجه جامده، فاهم، ادمن فيك وكل الكلام اللي انت لسه شايفه ده حكايه ونهايه، فاهم. تمام. وعندك هنا الاضافات الجامده زي ما قلت لك، انت ممكن تفعل فيروس محدش يهنج منك، وممكن ترمي قطع نت برساله وبصوره وبمكالمه وتعمل كل حاجه. يعني النسخه انت مش هتحتاج نسخ تاني غير النسخه اللي انت شايفها قدامي دي.
تمام. وعندك هنا حركات النسخة لو انت عايز تحرك اي حاجة في النسخة من جوه، تحرك الشتات، تحرك الاسطر، تحرك الستوري، تحرك اي حاجة في النسخة. يعني انت بعد النسخة دي مش هتحتاج حاجة تاني خالص خالص خالص. وعندك هنا في الشاشة الرئيسية زي ما قلت لك وحكيت لك كده، الشاشة الرئيسية كل حاجة فيها جنب شاشة المحادثة، كل حاجة فيها تمام التمام. ولو انت عايز تغير اي حاجة في النسخة، عايز تبعت لأي حد رسالة كأنها هاكر، وزي ما انت شايف الصورة اللي قدامك دي تفتح معاك. وعندك هنا تذكر برضك لو انت عايز تبعت لحد رسائل كتيرة وعايز تبعت فيروس او اي حاجة. النسخة بوم البوم ما فيهاش الهوا، النسخة شغالة معاك بواجهة. انت ما بطولش عليكم فيديوهات، يا ريت اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ومش طالب منكم غير كده عشان الفيديوهات التانية أجمد ونسخ أقوى وتطبيقات وشغل جامد جدا وصاحب صور وحكايات انت أول مرة هتشوفها. تمام. تمام. وزي ما قلت لك كده في اول الفيديو، النسخة نازلة بباسوردين، نازلة وقلت لك واحد اتنين ولسه كمان رقمين. تمام. يعني انت عندك في الاضافات هنا، انت لو جيت تفعل اي اضافة من دي هتشتغل معاك عادي. عندك هنا قطع النت لو انت عايز تعمل اي حاجه، لو انت عايز تحرق نسخه بمكالمه هتروح حرق المكالمه وتروح مفعل دي، هتحرق معاك النسخه. انت شايف نسخه، يعني انت اول مره تشوف نسخه بالجمدان دون. عموما يعني النسخه مش تحتاج منها اي حاجه تاني، فاهمني؟ النسخه بتشتغل معاك بالواجهه اللي انت شايفها دي، بتشتغل معاك بالقوه وكل حاجه انت شايفها بالظبط كده. يعني انت مش هتحتاج نسخ تاني، فاهمني؟ فانزل اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تستقبل مني كل الفيديوهات الجديده العظمه اللي انا هنزلها من هنا وجاي. تمام. تمام. وزي ما شفنا مع بعض كده ان النسخه بتعمل كل حاجه، مفيش نسخ قدها. وقبل النسخه، يعني النسخه اللي قبل دي كانت دي احسن منها بكتير قوي. فاستنظر مني اي نسخه جامده واي شرح جامد، صاحب صور، صاحب رسائل، صاحب اي حاجه ممكن تشوفها هتشوفها مني. فانزل اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يصلك كل جديد. لو انت عايز اي شرح عن اي حاجه اكتب لي كومنت او خش كلمني في الشات وقول انا عايز كذا وانا هكلمك، مفيش اي مشاكل. واشوفكم الفيديو اللي جاي. والباسورد التاني هيبقى هو واحد اتنين، هيبقى واحد اتنين واحد اتنين. واشوفكم الفيديو اللي جاي، وسلام.